السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل مع بعض احلى كيكة الزبادي. جميلة جميلة، من احلى الكيكات اللي انا عملتها في حياتي. جميلة والله، خفيفة و... وحلوة قوي وهشة، وتنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع لاولادنا مع كوباية شاي وهم رايحين المدرسة، تحط لهم كده حتة كيكة جميلة. يلا شو هنعمل ايه مع بعض. نجهز المقادير. اول حاجه هنجيب كوبايه زيت على سمنه بلدي، اي سمنه عندك تنفع. كوبايه سكر، نفس الكوبايه اللي هتحطي بيها المقادير هي نفس اللي نعملها دقيق، يعني كوبايات زي بعض. 4 بيضات ورشه ملح وكيس بينك باودر، و2 زبادي كبيره. لو صغيرين حطي 3 صغيرين، لكن انا عندي الكبار حطيت 2 كبار، وفانيليا ورشه ملح، وكيس فروتي برتقال. ومعانا نص كوباية مية اللي هندوب فيها النص كيس. هنحط الكيس بحاله، مش نص، لا الكيس بحاله اللي هو الفروتي برتقال. لو عندك تانك يبقى جميل جدا. انا عندي متوفر دلوقتي الكيس البرتقال ده. اول حاجة هندوب الفروتي مع نص كوباية مية ونقلبها جدا عشان متبقاش مكلكعة في قلب الكيكة واحنا بنعملها. احنا على ما نيجي نعمل الكيكه مع بعض يكون احنا مسخنين الفرن على 180. اهم حاجه ما ينفعش ان انت تعملي الكيكه وبعد كده تولعي لا الفرن، لا ولعي الفرن قبل ما تبداي تعملي اي حاجه. بعد كده نحط في الخلاط كله مع بعض، ادي السمنه والزيت، وبعد كده نص كوبايه الفروت اللي احنا عملناها مع بعض. جربوها والله هتعجبكم قوي. وكوبايه السكر، وبعد كده هنحط ال4 بيضات. هنركن بقى الدقيق ورشة الملح في جنب من البيكنج باودر. هنركنهم في جنب. هنحط البيض، هنحطهم كلهم مرة واحدة ال4. نحط كل المقادير مع بعض كلها، ومتنسوش الفانيليا، اهم حاجة الفانيليا علشان تضيع ريحة الزفارة. رشة الملح مش هنحطها خالص الا مع الدقيق، هنحطها مع الدقيق هي والبيكنج باودر والدقيق دول، نركنهم مع بعض في جنب. وبعد كده نحط الزبادي. خطوة كمان انا نسيت احطها، معلقة خل، نسيتها خالص. معلقة الخل برضو حلوة برضو مع الكيكة. انا نسيت خالص خالص الخل. حطي معلقة خل. وادي حطينا الفانيليا، اهم حاجة الفانيليا اوعي تنسيها. بس اهم حاجة حط معلقة الخل، انا نسيتها خالص. بعد كده هنحط باقي المكونات مع بعض اهو زي ما عملناهم، ونضربه في الخلاط. على ما نعمل الخلاط ما يضرب مع بعض، هنحط بقى الدقيق مع بعض وباقي المكونات ننخلهم. اهم حاجه ننخل الدقيق عشان لو في اي حاجه، لو كتريات ولا اي حاجه او اي حاجه في الدقيق تطلع معانا. وندخل هوا برضو في قلب الكيكه عشان تبقى هشه كده وخفيفه. هنحط كيس البيكنج باودر ورشه الملح ولا ننساها. وبعد كده ننخل الدقيق زي ما قلنا. الفرن مولعين عليها، ما ينفعش ان انت تولعي على الفرنه وانتي وبعد كده تحطي الكيكه، لا هنسخن الفرنه على 180 قبل ما نجهز اي حاجه عشان الكيكه ما تهبطش منك. بعد كده هنقلب بقى بالمضرب بالراحه كده، اتجاه واحد، ما ينفعش تعملي يمين وشمال، لا هو اتجاه واحد يمين بس كده وبالراحه. انا بعمل بالراحه بس انا عشان مسرعه الفيديو. انت تعملي بالراحه عشان ما تهبطش منك. وبعد كده تقلبيها. هو ده قوام العجينه اللي انا عايزاها، هي دي القوام اللي انا عايزاه، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو دي المقادير الصح. وبعد كده اكون انا دهنه الصينيه. دي الصينيه مقاس 28. دهناها زيت ومبدراها بالدقيق. وبعد كده هنحطها على الشبكة في النص. واهم حاجة ما تفتحيش عليها خالص نص ساعة وهنفتح عليها. اهم حاجة نخبط خبطين كده على الرخامة بالراحة
وبعد كده ندخلها الفرن على درجة 180 نص ساعة وهنطلعها. ادي الكيكة اهي بعد ما طلعت معانا جميلة. واختبريها بخلة، انا ما عنديش خلة، جبت الشوكة وحطيت كده مفيهاش عجينة واستوت معانا وجميلة. وادي اهي بعد ما طلعناها من الصينية جميلة وهشة وناعمة وجميلة قوي وطعمها جنان، هتعجبك قوي، جربيها. قومي كده شجعي اعملي لاولادك. احلى كيكة، كيكة جميلة، كيكة الزبادي من احلى الكيكات اللي انا جربتها في حياتي والله العظيم، جميلة جميلة جميلة. جربوها وهتدعولي. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني كده بلايك حلو كده، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش اهم حاجة اللايك عشان تفرحوني كده وتشجعوني عشان اعمل لكم وصفات احلى واحلى. وكل واحدة تتفرج عليا من انهي بلد تكتب لي كده في التعليقات، انا بشجع من التعليق بتاعكم. وشكرا لكم يا حبايبي. اهم حاجة تقوموا تعملوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم. ومع الف سلامة، سلام.